عاملين ايه النهارده؟ انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم صينيه المسقعه بزيت قليل جدا، او هنسميها مسقعه لايت لانها هتبقى بمقدار زيت قليل. انا جبت البتنجان بالشكل دوت، قشرته وقطعته وحطيته هنا في ميه وملح شويه، وبعد كده هبدا اخد بقى وحدات البتنجان كده واحطها هنا. انا هستخدم في طريقه المسقعه ديت حوالي نص كوبايه زيت صغيره، مش هنستخدم زيت كتير. الزيت وندهن البتنجان كده من الوش ومن الظهر بتاعه. هعمل كل مقدار البتنجان كده بدهنة زيت شمال ويمين بمقدار زيت قليل، هتبقى موفرة وفي نفس الوقت مفيدة للصحة، مفيهاش كمية زيت كتيرة. طاسة اهيت وحطيتها على النار وسخنتها، وهبدأ بالفرشة كده هنقط كده شوية زيت بس. وما ياخد وش من تحت هبدأ اقلبه على الوش التاني. او مش حابة تعمليها بالفرشة، بتجيبي كده قطعة البتنجان وتحطيها كده في الزيت وتنفضيها كده وترجعي بصي البتنجان كله فوق بعضه. البتنجان اهو بدأ ياخد وش معايا او لون، وانا هفضل اقلبه كده شمال ويمين لحد ما ياخد وش معايا من ناحيتين كده. خلاص البتنجان استوى معايا من وشين اهوت، شكله حلو ومستوي اهو. هنحطه هنا كده. ولو انت حابه بقى ما تعمليش مثلا البتنجان دوت مسقعه، حابه تعمليه بتنجان مخلل، ممكن تعمليه كده. يبقى انت حمرتيه خلاص، دي الخطوه ديت. وبعد كده بتروحي بقى عامله له التتبيله بتاعته وبتتبليه ويبقى معاكي بتنجان مخلل. ادي شكل البتنجان اهوت. كل ما بتحطي رشه جديده من البتنجان بندي رشه كده في الصينيه. لو حطيت فيها توم ومعلقه زيت واحمر فيها التومه ديت، وكمان جبت قرن فلفل حامي اهو اختياري، لو ما بتحبهاش مشطشطه خلاص ما تحطوش، بس ده بيدي طعم حلو للمسقعه. التومه تتحمر معايا، هضيف لها الطماطم المتقطعه. بالطريقه ديت بتبقى خفيفه احسن من الطماطم اللي بتبقى مضروبه في الخلاط. بس انت لو حابه تعملي الخطوه بتاعت ان انت تضربي الطماطم في الخلاط تمام. حابه تعمليها بالطريقه ديت، دي بتبقى خفيفه قوي طعمها حلو. هضيف الطماطم ليك ان انت حاطه في البتنجان ملح، وانت لما كنت بتنقعيه في الميه عشان ما تطلعش مسقعه مالحه منك، فبعد ما بترصيها في الصينيه وتبدا تغلي بتبداي تدوقي الملح اللي انت عاملاه. هسيبها تتشوح شويه. ما هي اتشوحت معايا انا هضيف لها بقى نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل، هضيف معلقه ملح. هضيف عليها كوبايه ميه صغيره. انا هسيبها تغلي معايا اهي. البتنجان بعد ما حمرته كله اهو مش شارب زيت لان انا عاملاه بنسبه زيت قليله. وهنا الصينيه ديت اللي هي هحط فيها البتنجان، هجيب هنا بقى من الطماطم دي وهبدا احط هنا جزء. انا ظبطت الملح بتاعه، وهنبدا نرص طبقه من البتنجان كده. وكل ما ارص طبقه بحط عليها شويه من الصلصه اللي عندي ديت او الطماطم. هرص الصينيه كلها وابقى اوريها لكم. ده شكل الصينيه بعد ما رصيتها كلها. وهبدا بقى اضيف عليها كده الطماطم اللي فاضله معايا على وشها. مقدار البتنجان دوت حوالي كيلو ونص بتنجان، عليه 5 طماطمات، عليه قرن فلفل حامي، عليه معلقه ثوم مهروس، كوبايه ميه لتسويه الطماطم وتسويه المسقعه اهي. وده شكلها. وانا هحطها في الفرن على الرف الوسطاني على اعلى درجه في الفرن لحد ما تستوي معايا وتاخد لون. صينيه المسقعه اهي بعد ما طلعت من الفرن، بالهنا والشفا. واتمنى انتوا تجربوا صينيه المسقعه.